لأعلى جودة استخدمي أرز وايت سوان للطهي. جربي وصفة ورق العنب مع ضلوع الخروف الشهية الليلة ورح تقدر عيلتك مجهودك. لهالوصفة رح نحتاج 2.5 كوب أرز وايت سوان مغسول ومنقوع، والمقادير التالية. لتحضير الحشوة منبدأ بخلط رز وايت سوان مع لحم الخروف المفروم. تبلي بالملح والفلفل، بعدين بهارات اللحمة، الكزبرة، 3/4 كاسة زيت زيتون، ومعلقة صغيرة عصير ليمون. خلطيهم منيح واتركيها على جنب. لتحشي ورق العنب، فردي الورقة على السطح اللي رح تشتغلي عليه وحطي الجهة الناعمة لتحت. اقطعي جذع الورقة، حطي معلقة صغيرة من الحشوة بنص الورقة، ولفي الورقة من جهة الجذع لتغطيه. بعدين اطوي الجهتين لجوا، ولفي الورقة لحتى تحصري الحشوة جواتها وتشكلي لفائف مرتبة. إذا كان جذع الورقة كتير سميك، يفضل تشيلي منتصف الجذع بالسكين قبل إضافة الحشوة. كرري الطريقة نفسها لتخلصي كل الوراق، وحطي اللفائف بالصحن بس خلي نهاية الورقة لتحت. بعدين امسحي ضلوع الخروف بقطعة قماش مبللة. سخني زيت الطبخ بطنجرة كبيرة وحمري الضلوع من الجهتين لتصير ذهبية. بعدين رتبي وراق العنب المحشية فوق الضلوع قبل ما تغمري اللحمة ووراق العنب بالمي السخنة. بعدين حطي صحن مقاوم للحرارة فوق المكونات واضغطي بقوة للأسفل. غطي الطنجرة واتركيها تغلي. بعدين وطي النار واتركيها على نار هادية لمدة 20 ل 30 دقيقة ليستوي الرز ويشرب المي تماماً. خلطي الثوم المفروم مع عصير الليمون وزيت الزيتون ورشيهم فوق الطبخة. طبق ورق العنب بضلوع الخروف صار جاهز لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.